بشرى سرت لكل شعب مصر العظيم بعد عام مليء بارتفاعات الأسعار وجشع التجار وقفزات الدولار المتسارعة، ولعل ما يدور في كامل ذهن المواطن المصري الآن موعد زيادة المرتبات والمعاشات، وهل هي في موعدها شهر 7 أم ستكون عاجلة وفمارس بحلول شهر رمضان؟ سنجيب عن هذا وأكثر. تحدثت الحكومة اليوم عبر متحدثها الإعلامي المستشار محمد حمصان عن انفراجه قريبة جدا من أجل إسعاد الشعب المصري والتخفيف عن أحماله ليستطيع تحمل صعوبات الحياة، فكان الحديث مليء بالرسالات المبشرة بالأمل، وتضمن 3 نقاط. أولهم أن الدولة قد أنهت مشروعها المسمي بحزمة الحماية الاجتماعية، والذي يتضمن طفرة كبيرة في الدعم المالي لأصحاب المعاشات والموظفين بالدولة، وستكون زيادة مرضية للجميع. كخطوة أولى، يتبقى توقيع السيد الرئيس السيسي على حزمة الحماية الاجتماعية، وهذا سيحدث خلال أيام قليلة جدا. ثانياً، لن تتضمن الحزمة زيادة في العلاوات فقط، بل ستوفر الحكومة معارض للسلع الرخيصة في الأسعار مقارنة بأسعارها التجارية بالمحلات. تحركات الدولة ودعمها سيكون ماديا ومعنويا. ثالثا والأهم هو تصريح المتحدث باسم الوزارة أن الزيادة ستكون قبل شهر 7 المعتاد للسنة المالية الجديدة، ولكن شهر مارس سيكون ميعاد تنفيذ زيادة وتلك الحزمة الاجتماعية، والمقرر لها 15%. وبهذا نكون أجبنا عن التساؤلات المطروحة بالشارع المصري حول موعد تطبيق العلاوة الدورية وزيادة المعاشات. سؤال المشاهدين: كم هي نسبة الزيادة التي ستكون كفيه لمتطلبات المعيشة؟ أضف تعليقك.